عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا شيخ أنا عندي سؤال والزوج الآن يسمع، هل من واجبي كامرأة أن أعد الطعام وأنظف البيت وأغسل الملابس؟ هل هذا يعتبر واجب؟ وإذا قصرت به أنال من الله الغضب؟ أنا متأكد 100% و99.100 بعد أن جوابي لن يعجب الرجال. ليس من واجبات المرأة قط إعداد الطعام وتنظيف البيت وغسل الملابس في الشرع. أنا أتكلم عن الشرع. عند الإمام مالك وأحمد وحنبل، الإمام أحمد بن حنبل، يعني بمعنى آخر الجمهور قالوا أن المرأة ليس من واجباتها إعداد الطعام للزوج ولا تنظيف المنزل ولا تنظيف الملابس. ما رأيكم؟ فلو تركت المرأة هذا الأمر لا تأثم. متى تأثم؟ إذا اشترط الزوج في العقد. بمعنى آخر قال الزوج ترى في عقد النكاح اشترط عليها أن تخدمني، إذا وافقت تأثم. لكن الله عز وجل ماذا قال؟ وعاشرون بالمعروف، وهي عليها أن تعاشر بالمعروف. بمعنى آخر هي لما تخدم وتطبخ وتنظف هي تصنع هذا معروفا بك لا واجبا، معروفا لا واجبا. أنا أعلم هذا الجواب أعاننا الله على الرجال، لكن هذا دين في النهاية. كما أنا أسلفت أن المرأة ليس من حق أن تعلم كل شيء عن زوجها، كذلك ليس من واجبات المرأة ولا تأثم عليه إن تركته، لكن إلا إذا اشترط بالعقد، وإذا صنعت فهو معروف منها لك.